دكتور خالد البوهي، اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بيكم. في صورة فيلم ولا علم بنتطرق لبعض الوظائف اللي يمكن بنشوفها في الافلام بطريقة ساخرة، وبنحاول نتعرف من اصحابها على الوجه الحقيقي لهذه المهنة. الشاعر خالد البوهي، يعني بتشوف الشاعر في الافلام دايما بيجيبوه يعني هائم، بيبحث عن المحبوبة، بيسرح لما يقعد وسط الناس. انت شايف ده صح ولا ايه؟ يعني هو الشاعر، يعني هو في يمكن صنفين من الشعراء. في شاعر بيتفاعل مع المجتمع بتاعه وبيشارك مشاركات عادية جدا زي بقية الناس، وما يظهرش ابدا ان هو شاعر الا اثناء كتابته. ممكن يكتب في القطر، ممكن يكتب في البيت، ممكن يكتب في الشارع. يعني حتى الشاعر احمد شوقي امير الشعراء كان احيانا يكتب القصيدة على تذكرة القطر. انما في شعراء تانيين الوضع بيختلف تماما، بيكون فعلا الشعر الطويل وعدم الاهتمام بالمظهر العام، ويكون هائم، وده موجود بين الشعراء بالفعل. في نوعين كده الى حد ما الشعراء ما فيهمش توسط قوي، يعني ساعات بيبقى يعني الحالة المزاجية بتاعته فوق قوي او تحت قوي. اما بيبقى الحالة المزاجية الوسطى، الشاعر يعني بيبقى ساعتها في غير مرحلة الابداع، يبقى ما عندوش ابداع ساعتها. ايه اللي بيخلي الحالة المزاجية عندك فوق قوي او تحت قوي؟ بيكون مشاكل، سواء مشاكل خاصة او عامة، او بيكون فرح وسعادة برضو، الهم العام والهم الذاتي. واعتقد ده بالنسبة لجميع الشعراء يعني. انما الشاعر اللي بيبدع حقيقة اما بيتحول الهم العام الى هم ذاتي، وما بيتحول الفرح العام الى فرح ذاتي، فساعتها الشاعر حتى ما بيوصف حاجة في الوطن، لو قصيدة وطنية لو كده، هو بيعيشها وكأنه هو بالفعل اللي حقق هذا النصر يعني. يمكن من حسن حظك الشاعر خالد البوهي انك من الاسكندرية، فجو البحر وشكل الموج اظن ده شيء موحي جدا بالنسبة لك. البحر طبعا بيكون خلاب وبيأثر الشاعر وغير الشاعر. يعني انا اعتقد ان اي انسان حتى لو هو مش شاعر، لو قعد امام البحر فهو بسبحات نفسه بيكتب قصائد. يمكن قصائد مش مكتوبة. النظرة الهائمة ما بينظر للبحر وهو في وقت الغروب بالذات، والصيادين وهم راجعين، والبلاج واشياء من هذا القبيل. كل هذه الاشياء هي قصيدة شعر. الكون بيكتب قصيدة شعر، او الله يعني بنقول الكون فيه ابداع. ربنا خلق هذا الكون شاعري وجميل جدا. انما احنا عشان خاطر بنتعود عليه باستمرار، منظر البحر بنشوفه على طول، منظر الشط بنشوفه على طول، فساعات ما بناخدش بالنا من هذا الابداع يعني انت ممكن الصحراء تكون موحية ليك اكتر؟ والله الصحراء انا رحت مرة واحدة يمكن في سيوة، طلعت رحلة سفاري في سيوة في قلب الصحراء. يمكن كانت المرة الاولى ليا. لا، الصحراء برضو خلابة. انما مش عارف هل يمكن عشان هي مرة يتيمة لو اعتدت على المنظر، انما اكيد هو موحي، بدليل العرب زمان كتبوا اروع قصائدهم في هذه الصحراء. حضرتك طبيب والشاعر ابراهيم ناجي كان طبيب ايضا، في علاقة بين الطب والشعر؟ يعني هو مما لا شك فيه ان الطبيب اللي بيبحث عن او بيتعمق في اغوار النفس البشريه، اي طبيب لابد انه يتداخل مع اغوار النفس البشريه، لان كثير من الامراض بيكون فيها مش هنقول سببها نفسي، انما العامل النفسي هيكون لابد له تاثير حتى عشان العلاج يجيب نتيجه. ساعات المريض بياخد العلاج ومظبط الاكل انما عنده مشاكل كثيره جدا من الناحيه النفسيه. فالطبيب اذا مش هياخد باله من هذه الاشياء او ما عندوش هذه الحاسه النفسيه، فالنفس والشعر الاثنين مرتبطين ببعض.
فالشاعر اللي هو بيتعمق في هذه النفس البشرية يعني في علاقة طبعا وطيدة جدا بينها وبين الشعر، ودي تكررت يعني قديما الدكتور ابراهيم ناجي، وقبله زمان كان ابن سينا، وحديثا في مجموعة برضه دكتور احمد تيمور وغيرهم يعني، وفي القصة كان دكتور يوسف ادريس. يعني هي بس برضه في حاجة برضه في مصر موجودة، ان الامور ارتبطت شوية مش بالموهبة قد ما ارتبطت بالمجموع. يعني بمعنى ان الشاعر الشاب جاب مجموع مثلا دخله طب، خلاص دخل طب، ما بيبصش بقى ايه اللي جواه. يعني عسى ان الامور دي يعني يعاد تعديلها تاني، بس هو تفكير المصريين كده يعني. بالظبط، الناس بتستخسر منه، وان كان كليات الطب دلوقتي يعني اصبحت كده بمجاميع مرتفعه قوي لا يتسنى للكثيرين يعني الحصول عليها. والله يعني هي برضه زمان كانت المجاميع كانت قليله صحيح، انما كانت صعبه جدا عشان تجيب 70% دي كان من قمه الصعوبه. فانا شايف ان يعني اساتذتنا زمان اللي دخلوا الطب بحاجه 60% بعضهم، ده لو النهارده دخل امتحان الثانويه العامه هيجيب 99 وهيجيب 100%، لان الامتحانات زمان كانت بالفعل صعبه يعني. هو تم تسهيل المنهج يعني قليلا. هنعود للشعر ونعود لشخصيه الشاعر كما يطرح في الافلام، وممكن في الافلام بيطلبوا من الشاعر ان هو يعني عايزينك تعمل لنا قصيده عن مناسبه، عن زواج، عن شيء. هل ممكن في الحقيقه الشاعر يطلب منه هذا يعني انه يقدم قصيده ويكون جاهز لتقديمها فورا؟ بالفعل هو ده موجود بين الشعراء، واي شاعر ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف. انما دي بتدخل في يعني شيء معروف كده في الشعر العربي اللي هو الاخوانيات، اللي هو المجاملات، يعني حاليا تتقال المجاملات. ما بيكونش برضو الشعر في قمته، يعني بنقول الشاعر هنا بيجامل اكتر منه بيبدع شعر يعني. وابراهيم ناجي نفسه وضع في هذا الموقف، والبعض اخذ على شعر الدكتور ابراهيم ناجي ان عنده اشعار عاليه جدا اللي هي اشعاره الذاتيه والعاطفيه، واشعار ثانيه يعني كانت دون مستواه في مجامله فلان وفي تكريم فلان وفي تكريم له حاجات كثيره بهذا القبيل. انما هو الراجل كده اذا ما قيس بهذه الطريقه هيظلم. ده راجل شاعر وشخصيه عامه في نفس الوقت، ففي تكريم مثلا شخصيه عامه اخرى او شخصيه مثلا سياسيه، فالراجل ده كشاعر لما يجامل هيقول ايه؟ مش هيقول كلمه، هيكتب قصيده بالتالي. فدي موجوده عند حتى غير ابراهيم ناجي يعني، ودي بتدخل في المجاملات العامه يعني اللي موجوده كلنا بنجامل. انما الشاعر لما يبقى شخصيه عامه فشعره بيفضل، فتيجي تقول بس تعالى القصيده دي ليه ضعيفه عندك؟ لا، هو ما كتبهاش قصيده قد ما هو بيجامل بيها يعني. انما طبعا بيكون فيها نواحي فنيه ثانيه اللي هي ايه بقى؟ سرعه البديهه، وازاي انه يحط في موقف، وازاي انه يخترع ابيات هو مش وازاي يتفاعل مع الموقف ويعيش جو معين يمكن هو مش عايشه. فطبعا بتبقى عايزه ممكن حتى الشعر يصبح خفيف الظل يعني. لا ننسى ما كتبوه عن محجوب ثابت مثلا يعني. صحيح. هو الشاعر يعني ساعات بيتحول بهذه الطريقه الى يعني مؤدي جيد وبتكون بالفعل لذيذه منه يعني. أيها الإخوة الأصدقاء، ما زلنا معا وسهرة فيلم ولا علم، وبعد ما استمعنا إلى أجزاء من فيلم العش الهادئ اللي هو محور السهرة اليوم عن شخصية الكاتب والشاعر وكاتب السيناريو، لا يفوتنا أن نستضيف الناقدة السينمائية ماجدة مريد ونعرف منها كيف تنقد أفلامها وكيف تعرف إذا كان الفيلم ولا علم.